رضا السيد فوجئت بتاريخ 3/2/2016 بقرار الشؤون القانونية برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بإلغاء الرخصة الخاصة بالمخبز، حيث أن المخبز يعمل من تاريخ 8/11/2015. معللين السبب أن، خلي بالكم من السبب الغريب ده، المعاينة التنظيمية الخاصة بالمخبز لم تصدر من الوحدة المحلية التابعة لها القرية، علما أن الصندوق الاجتماعي قد أرسل خطاب، يعني في كتير من المستندات بعتها هذا المواطن أو الناس الشاكين، لكن هنناقشها مع السيد المسؤول المحترم اللي هيكون معانا بعد قليل. طيب، هو الملف طبعا من صور الضوئية اللي معانا ملف مكتمل تماما وموقع من مسؤولي مركز ومدينة المحلة من الألف إلى الياء. لكن إيه اللي حصل؟ إحنا تعالوا نتابع ونسمع ونشوف هؤلاء المواطنين هم بيتكلموا عن مشكلتهم، وبعد كده السيد المسؤول اللواء ناصر طه مفترض يكون معانا علشان نناقش معاه هذا الموضوع ونشوف هو الخطأ فين والخلل فين واللخبطة فين. لأنه ده طبعا مواطن اتكلف كتير على، وبعدين ده مخبز طبائي، يعني ما بياخدش لا خبز مدعم، حتى الدقيق ما عادش مدعم دلوقتي. في المنظومة الجديدة أصبح بيشتري الدقيق سعره حر وبيتحاسب، بياخد مكسبه من كل رغيف جيد مطابق المواصفات بيبيعه للمواطن. لكن يعني ده مواطن أكيد هنشوف. طب تعالوا نتابع مشكلته الأول، وبعد كده لما يكون معانا السيد المسؤول اللواء ناصر طه، بنشكره مقدما على التعاون معانا، هنطرح عليه كل التساؤلات ونسمع إجاباته علشان احنا طرف محايد بين الشاكي وبين المسؤول. نتابع. رضا السيد الكيلاني من المحلة الكبرى قرية كفر الجنين، مركز المحلة الكبرى. السيد رشد رمضان، مركز المحلة مثل هاشم. ايه المشكلة بتاعتك؟ المشكلة حضرتك ان انا عندي مخبز شغال بقى من شهر 11 اللي فات، وحصلت على التراخيص وعلى جميع الاوراق سليمة واشتغلت، والمخبز اشتغل بالفعل وخدم المواطنين، وفوجئت من حوالي 15 يوم بقرار بإلغاء الرخصة. فلما سألت انتوا بتلغوا الرخصة ليه؟ قالوا انت عندك ورقة معاينة تنظيمية لم تصدر من الوحدة المحلية، برغم ان المخبز واخد رخصة رسمي من مجلس المدينة وكل الورق رسمي، والملف اللي معايا ده حضرتك كله رسمي، دي صور من الاصولات. مين اللي بيقول لحضرتك بقى ان انت معكش؟ مجلس المدينه باعت بيقول ان عندك ورقه مش مظبوطه، لم تصدر من الوحده المحليه. والورقه اللي مجلس المدينه بيتكلم عليها حضرتك احنا ما بنمسكهاش في ايدينا، دي بتتقدم من الصندوق الاجتماعي عندكم في طنطا هنا، بتنبعت بريد عن بريد، ما فيش مواطن بيمسكها في ايده. وفي معاينه تنظيميه موجوده هنا حضرتك اللي هي في الملف، عليها اختام الوحدات المحليه وامضاءات الموظفين ورسم هندسي بامضاءات الموظفين، كل ورقنا بالكامل، ورقي كله سليم. انا مهدد انا اسرتي بالضياع بسبب قفل المخبز، وعندي 10 عمال قاعدين في الشارع، وعندي بلد باكملها بتاكل من المخبز، فيها نسبه كبيره ناس عندها السكر، لان ده مخبز عيش اسمر بلدي. انا عايز اعرف الى من يهم الامر ينزل يعمل لي معاينه على المكان بتاع مخبزي، لو هو اثبت ان المكان بتاع مخبزي مش مطابق للمواصفات الموجوده في المعاينه اللي موجوده في الملف، حاسبوني. حضرتك يا فندم انا عندي مخبز طبائي برضه نفس الوضع، ودلوقتي احنا شغالين بقالنا اكتر من سنه، فحاليا فوجئنا لقينا جواب الغاء جاي من مجلس المدينه بالغاء الرخصه. فتوجهنا للمجلس، قال لك ده فيه ورقه غلط عندك بالمعاينه التنظيميه. انت كنت حضرتك اشتغلت برضه وطلعت؟ شغالين بقالنا سنه وحاصلين على الرخصه دي من مجلس المخبز اشتغل بالفعل، والمخبز اشتغل وحصلنا على الرخصه دي رسميه، وجالنا حصه دقيق، وجالنا مكنه اللي بندخل عليها البطايق، يعني شغالين كله رسمي في رسمي، مش شغالين تزوير ولا شغالين حاجه. فروحت المجلس المدينه، انتوا جايبين لي ورقه الغاء ليه؟ قال لي عشان ان انت عندك ورقه غلط. قلت له لو الورقه دي غلط تحاسبوا موظفكم، لان موظفك هو اللي مسلمني الرخصه، ولو الورقه الغلط دي غلط مني ما كانش سلمني الرخصه. احنا بنناشر كل المخصص يا فندم عن المخابز وعن التموين وعن اي جهه مسؤوله عن المخابز دي تشوف لنا حل، لان انا لما مخبزي يتوقف انا اروح فين؟
واضح انه هذه المشكلة فيها طرفين. الطرف الاول اللي هو رضا السيد كيلاني ده من قرية كفر الجنينة، والطرف الثاني اللي هي نعناع منجد سيد احمد بيتحدث زوجها السيد رشدي رمضان، دي من قرية ميت الليث هاشم مركز المحلة. المشكلتين الاثنين نفس بيشتكوا من نفس القرارات. قرار من الشؤون القانونية برئاسة مركز بغلق او بإلغاء الرخصة، يعني مش عارف إلغاء الرخصة ده يعني أقصى عقوبة توقع على مخبز إذا كان مرتكب جرم جامد جدا وجرم ثابت جدا عليه. فهم بيقولوا إن السبب أيضا في المرتين أن المعاينة التنظيمية الخاصة بالمخبز لم تصدر من الوحدة المحلية التابعة للقرية، مع العلم إنه الاثنين الطرفين الاثنين المخبزين الاثنين في كفر الجنينة وميت الليث هاشم بعت لنا مرفقات بتقول بانه الورق ماشي في المسار الطبيعي لحد ما حصلوا على رخصة مختومة بخاتم شعار الجمهورية مستوفي كل الاركان وكل الاوراق والمستندات. فاحنا عايزين نفهم على اي اساس بيتم غلق تلك المخابز. في فرص عمل، في ناس مواطنين مرتبطين بياخدوا عيش، اتضح ان ده عيش اسمر من العادي لان الراجل قال بيحتاجوا مرضى السكر في البلد. ايه السبب؟ والراجل المواطن صاحب المخبز اللي اتخرب بيته علشان يجهزه، يعني تجهيز مخبز ده امر مش سهل، يعني مسؤول الشؤون القانونية بسهولة كده وهو قاعد يحتسي فنجانا من القهوة يغلق مخبز؟ يعني المواطن ده السبع دخات وطلع عينه على ما حصل على الرخصة تلغى له في قرار وقاعدة. الموضوع محتاج توضيح. أخبار اللي هو ناصر طه يا جماعة. عموما طيب حاولوا معاه لو تكرمتم، مش انتم مبلغينه انه عنده مداخلة ومعرفينه الموضوع؟ يعني في الآخر المواطن بيزعل من الحكومة، يعني الناس أصحاب المخبز ده وقرايبهم واهاليهم واولادهم والناس اللي كانوا شغالين يقول لك ما هو مجلس المدينه ده بيمثل الحكومه. احيانا بيبقى الخطا من موظف صغير مش عارفين ايه الخلفيات، عشان كده لازم اللي هو ناصر طه يدخل ويرد ويوضح الصوره، يا اما تشوفوا لنا حد من المحافظه قيادات المحافظه الكبار. يعني المسؤول الصغير في اي مكان هو بيمثل الدوله مين يا محمد؟ الأستاذ عماد حشاد من دفرة. أهلا يا أستاذ عماد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ؟ الله يسلمك، اتفضل. دلوقتي أنا عندي فرن مجهزه ومشطبه وصارف عليه. تمام؟ أسمعك، اتفضل. دفرة مركز صمت. تمام. المنطقة ما فيهاش فرن عيش خالص، يعني بيجي لنا عيش من طنطا في تروكسيكل في عربية. بلد دفرة كلها ما فيهاش مخبز؟ لا فيها مخبزين اثنين بس متطرفين. يعني انت فيها انتوا عدد البلد كم ألف يا أستاذ عماد؟ لو تكرمت اقفل التلفزيون جنبك عشان نعرف نتكلم مع بعض، اقفل التلفزيون بسرعة. طيب قفلت اهو حضرتك. عدد البلد يعني بتاع حوالي 5000 6000 يعني اكتر مش عارف يعني عددها. انت يعني بتزود، هي 5000 ما تشيلش اكتر من مخبزين. لا ده هي ازيد بس انا مش عارف احسبها. يعني ما انا بقول لحضرتك انا مش بقفل لك الباب، لكن المخبز بيطلع على حسب الكتله السكانيه، الكتله التعداد السكاني يا فندم. الفرنين اللي عندنا بره البلد، يعني عشان واحده ست عندها 50 سنه ولا اقل عشان تمشي وتروح. طيب الاجراءات بتاعتك وصلت لحد فين يا استاذ عماد؟ الاجراءات بتاعتي ان انا قدمت الطلب السياحي ومكتوبي. نزلت المنظومه قلت لهم انا عايز اخش الدعم. لما السيد الوزير قال اللي عايز نجهز فرن وعايز يخش فيه بلدي، نعم، قدمت طلب. بقالك قد ايه مقدم الطلب؟ بقالي اكتر من سنتين اتنين حضرتك، وجم بصوا هنا في المعاينه السياحي وجابوا لي النهائي قالوا لي فرن تمام ومفيش زيه في المنطقه. طب حضرتك اخر مره سالت على ورقك لقيته فين؟ اخر مره فين؟ سالت على ورقي قال لي انت لسه في المرحله الثانيه.
والمرحله الثانيه دي امتى ان شاء الله؟ المرحله الثانيه بقى الحلم ربنا يسهل، يعني انا رحت لهم المديريه قالوا لي شوف اي حد يشغل الورق ده. طيب لو حضرتك عايز تشرفنا يوم الثلاث الساعه 2 تتكلم عن مشكلتك في البرنامج، اتفضل شرفنا. انا متشكر جدا وربنا يخليكم للغلابه. شكرا يا سيدي، شكرا. وربنا يديك الصحه يا رب. اسمه ايه يا محمد؟ معانا على الهاتف الاستاذ صلاح موسى نائب رئيس مركز ومدينه المحله. اهلا يا استاذ صلاح. اهلا بسيادتك يا فندم. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله، امورنا بسيادتك. هو اللي هو ناصر ما ردش علينا ليه، مشغول في حاجه ولا ايه؟ فندم هو مع سياده المحافظ في لقاء الجماهير وفي المحافظه السيادة. ربنا ممكن يعينك. يكون في اجتماع معاه ولا مع اللي هو سيد ولا حاجه. امورنا. شرفتنا يا استاذ صلاح. شوف يا استاذ صلاح، امورنا سيادة. جاي لنا 2 تظلم وشكوى من الشؤون القانونيه بمجلس مدينه المحله. ايوه تمام؟ لو حضرتك كاتب البيانات دي ولا هي عندك؟ هم معايا أول- الباشا، هم جولي سيادتك وقعدوا معايا لما الاستاذ شريف كلمني تمام. وجابوا ورقهم سيادتك، وانا فحصت الموضوع، جبت بتوع الشؤون القانونيه نعم. فيهم الورق بتاعهم، المعاينه التنظيميه بتاعهم اه غير ما طلعتش من الوحده اصلا. امال طلعت يعني منين؟ تعتبر سيادتك. نعم يا فندم. امال طلعت الورق منين يا استاذ بتاعها- صلاح؟ نعم يا فندم. امال طلعت منين؟ بقول لك ما طلعتش من الوحده المحليه. طيب حضرتك اللي هي دلوقتي 200 حضرتك دلوقتي يعني ركز معايا شويه يا استاذ صلاح بعد اذنك، علشان بس اصله انتوا اذا كان في موظف صغير بيتدلع ولا حاجه، فالاخر المواطن بيزعل من الحكومه، يقول يا الحكومه فندم لو بتظلمني. سمحت بس، لو سمحت. طب لو بص سمحت بس يا حضرتك، فندم. بص لو حضرتك، سمحت يا فندم بس. طب اسمعني لو سمحت. للاخر، اسمعني يعني بقول للاخر، لحضرتك يا فندم. اسمعني. بس لو سمحت بس. اتفضل. اسمعني وانا قلت حاجه. انت اتفضل يا كاول باشا. كاول سطر لحضرتك استفز الاوراق اللي في ايدي، فانا هقول لك الاوراق اللي عندي عشان تشوف أقول الخلل كده فين. حضرتك. اتفضل. يعني اول جمله انت قلتها المعاينه مش طالعه من الوحده المحليه، تمام؟ ايوه يا فندم. لما على جم- اي اساس لما جم- حضرتك، على اي اساس حضرتك ركز معايا في الاوراق اللي هقولها لحضرتك، تمام؟ ادي الاوراق اللي طالعه من عندكم، محافظه الغربيه، مركز ومدينه المحله، الوحده المحليه الميت الليث هاشم، السيد الاستاذ مسؤول وحده المنشآت الصغيره بالصندوق الاجتماعي، تمام؟ تمام. ردا على كتاب سيادتكم رقم كذا اللي هو 1684، لو حضرتك بتكتب ورايا 1684 لسنة 2014 بتاريخ 11/2/2014 بخصوص رضا السيد الكيلاني أحمد نشاط مخبز طبائي كفر الجنينة مركز المحلة، نحيط سيادتكم بالآتي. ده الكلام انتوا اللي كاتبينه وختمينه في الآخر.